العملية الانتخابية مستمرة ضايل تقريبا ساعة ساعة لساعة ونص وبتسكر صناديق الاقتراع. يعني هاي العملية الانتخابية كل الشارع الفلسطيني بتشوق لها وبكون يستنى بالنتيجة داخل جامعة بير زيت، لأنه جامعة بير زيت البقعة الوحيدة اللي عم بتصير فيها هاي الانتخابات وبهاي الشفافية وبهاي الديمقراطية. في طلاب جداد والإقبال على الانتخابات أكبر من هذيك السنة، لأنه الكتل الطلابية حكوا إنه بتواصلوا مع الطلاب بشكل أكبر على أمل إنهم يصوتوا لهم. أجواء جميلة، حاسة في إقبال على صناديق الاقتراع أكثر من السنة الماضية. ويعني هي الجامعة الوحيدة اللي بتشوف فيها هاي الأجواء الحلوة، والكل بتمنى إنه يعيشها هاي الأجواء من جميع جامعات الوطن. أجواء العملية الانتخابية أجواء جميلة، جميع الطلاب بيمارسوا حقهم ما إنهم محرومين منه في الخارج. نسبة الاقتراع جيدة، وصلت 50% حتى الآن، ونتمنى الفوز للأفضل. العملية الانتخابية الصراحة بتصير بشكل منتظم وموزعة على أكثر من كلية، وكل فئة يعني لها غرفة الاقتراع الخاصة فيها، وإن شاء الله التوفيق للحزب اللي بفيد الطلاب وخدمة الطلاب. يعني احنا بنتمنى دائما انه يكون هاي الاجواء موجودة في كافة محافظات الوطن، اول شيء من بلديات، من مجلس تشريعي الى رئاسة. بنتمنى انه يكون في هناك انتخابات في الجامعات الفلسطينية في الضفة. بير زيت يعني عرسها الديمقراطي جدا مميز، دائما في انتخابات حلوة، دائما في ديمقراطية بالانتخابات، ما في بكون تزوير أو تغيير على أي نتائج. أجواء حلوة، يعني كأنا سنة أولى، أجواء يعني أول مرة بعيشها ومبسوطة فيها ومتحمسة أعرف النتيجة. بتمنى تتم عملية الاقتراع بشكل ديمقراطي وتفوز الكتلة اللي بتعمل على خدمة الطالب، وبالنهاية بالتوفيق للجميع. الأجواء الانتخابية اليوم في الجامعة رائعة جدا، في طلاب حوالي عندنا 4000 طالب، 3000 وشوي سنة أولى، أول مرة بجربوا هاي الحق في الانتخاب لانعدام انتخاب البلديات في البلد. احنا بنتمنى هذا العملية الديمقراطية الموجودة عندنا في الجامعة تمتد لكونها البلد يعني جزء، يعني الجامعة هي جزء من المجتمع الفلسطيني بشكل عام. ندعو من هنا الطلاب إلى المشاركة بعملية التصويت وانتخاب الكتل الطلابية لكي نحقق مجلس طلبة يشكل الكل الطلابي بجميع الفصائل والكتل الطلابية المشاركة في الانتخابات، وذلك ليضمن ثقة أكبر والتفاف أكبر حول مجلس هذا. عشنا أسبوع مليء كثير بالفعاليات. أول إشي كان في عنا مهرجان لكل فصيلة، غير إنه كمان كنا نعيش الأجواء يعني كنا نعيشها ونحس بقيمتها. انتخبت الفصيلة اللي بتحتاج لأكثر دعم، وهي الفصيلة اللي مقدمة لطلابها الأشياء الأفضل والأحسن. كتير حلوة، أنا سنة تاني مرة بعيش الأجواء، وكل سنة بتكون أحلى من الثانية، وبتمنى التوفيق للجميع. الأجواء لحد هاي اللحظة كتير حلوة، وكل حدا متحمس حوالينا. شايفة إنه الكل متحمس يصوت وحابب إنه يصوت. التنظيم منيح بالقاعات. يعني سمعنا الصبح قبل 12 كانت نسبة التصويت 50%، فأنا بحكي الأعداد عم بتزيد. ليش؟ لأنه الجد في كتير نسبة منتخبين على صناديق الاقتراع هيك وبس. توجه طلاب جامعة بير زيت اليوم من جميع السنوات لصناديق الاقتراع في عرس ديمقراطي إلى هذا اليوم في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة. طول ما هو الهدف فلسطين وخدمة الطلاب، فكل الدعم لكل حركاتنا الطلابية، وإن شاء الله يكون الفوز حليف من يستحق. تقريبا كل الشعب الفلسطيني بيكون بيستنى بنتائج الانتخابات لأسباب عدة، والمهم يعني الحمد لله عندنا في جامعة بير زيت فيش تفرقة يعني، ولو كان في شوية تفرقة بين الأحزاب لا كلنا بنضل أولاد بلد واحدة، أولاد جامعة واحدة. طلاب جامعة بير زيت عمالهم بتوجهوا نحو صناديق الاقتراع بعدد من الكليات. انتخابات نزيهة جدا، وحدة وطنية بين كافة الأطر الطلابية. ضايل ساعة زمن بس لانتهاء الاقتراع في جامعة بير زيت. طبعا زي ما انتم شايفين أجواء جدا منيحة من كل الأطراف كلياته، فيش مشاكل، عرس ديمقراطي بأجمل أنواعه. العملية لحد هسه جيدة جدا ونسبة التصويت منيحة، وإن شاء الله التوفيق لجميع الكتل. الأجواء الانتخابية طبعا في الجامعة مبينة من الصبح، ودليل على ذلك صناديق الاقتراع والقاعات التي يتم بها الاقتراع.
في إقبال واسع من قبل الطلبة. تجاوزت نسبة الاقتراع لحد هذه اللحظة 40%، وهذا مؤشر طبعا جدا قوي على أنه ثقافة الانتخابات كل عمالها سنة عن سنة بتزيد. الانتخابات في بيرزيت يعني بتتسم بالشفافية والنزاهة والديمقراطية العالية. الطالب بيقدر يخدم، بيقدر يصوت لأي يعني كتلة معينة بتحس أنه هو مناسب أنه يخدمها لقدام. أجواء جميلة، حاسة في إقبال على صناديق الاقتراع أكثر من السنة الماضية. ويعني هي الجامعة الوحيدة اللي بتشوف فيها هاي الأجواء الحلوة، والكل بتمنى إنه يعيشها هاي الأجواء من جميع جامعات الوطن. كل طالب بصوت للي بحسه إنه بيستحق صوته، بيستحق المجهود اللي بذله خلال السنة الماضية، بس بنفس الوقت في بعض المعيقات اللي بتصير في الجامعة للأسف من تدخل بعض الجهات الخارجية، وبس هذا هو. لكن هي الأجواء رائعة جدا بشكل عام. الأجواء الانتخابية اللي حاليا موجودة في جامعة بيرزيت هي أجواء اعتدنا عليها كبيرزيت، مساحة يعني هي تعتبر المساحة الديمقراطية اللي موجودة في البلد، واللي هي اللي محافظة على حالها تحديدا يعني على مستوى الجامعات وكل الجامعات بشكل عام، يعني موجود فيها الانتخابات بشكل دوري وبشكل مستمر. طبعا العملية الانتخابية موزعة على أزيد من قاعة، يعني تقريبا وصلت الانتخابات لهسه 50%، يعني هاي شيء منيح انه الكل تقريبا بيشارك، وان شاء الله الافضل يفوز. طبعا العمليه الانتخابيه تسير بشكل طبيعي ممتاز، في روح من التوافق والوحده الوطنيه بين طلاب جامعه بيرزيت. جميع الاطر الطلابيه تمشي بشكل صحيح. عمليه ماشيه دغري، عمليه ديمقراطيه، وكل واحد بارز حقه، كل حقه في التصويت، وما في حدا بتدخل بالثاني وشو بيصوت، وهينا بنستنى ان شاء الله.